اول حاجه تعملها لحد اتعرض للحريق انك انت تبعد عن مصدر الحريق، تنده حد يساعدك حتى لو انت كنت في مكان ما تعرفش فيه حد، وتاخده تحت اقرب ميه 20 دقيقه، ميه فتره مش ميه سخنه، لان لو ميه سخنه وهو كان محروق اساسا انت كده هتخليه ويل، وممكن يموت، والموت اوقات بيكون خطير. امال بعد ما خدناه 20 دقيقه ناخده لاقرب مستشفى فيها جراحه تجميل وحروق او فيها اسم حروق عشان يقيم المساحه والعمق، عشان خاطر بيفرق معانا. يعني ايه قيم المساحه والعمق؟ المساحات بتفرق معانا لان الجلد مش وظيفته شكله بس، الجلد هو خط الدفاع الاول عشان يحمينا من البكتيريا اللي حوالينا، وفي نفس الوقت خط الدفاع ناحيه فقد السوائل. فلازم نعوضها بالشرب، نعوضها بالمحاليل، نعوضها باننا نحط غطاء او غيار يحافظ على الجلد بتاعنا انه ما يفقدش السوائل قدر المستطاع، واللي احنا بنعوضه نحافظ عليه.